زي مثلا السعودية كانت يعني تقدمت قليلا في زراعة القمح ووردت لمصر، أنا فاكر 200 ألف طن في سنة من السنوات. بعد كده فوجئنا السعودية بطلت تزرع قمح، لكن عندها فقر في المياه الجوفية، فممكن المياه الجوفية تخلص يعني، وبطلت تزرع خالص. يا سيدي هذه مسائل إعلامية صرفة، ليس لها علاقة لا بالتنمية ولا بالإنتاج. هم يصدرون القمح إعلاميا، لكنهم يستوردون 80-90% من غذائهم أصلا. في الإمارات ينتجون خضروات كثيرة جدا، يحصدونها ويلقون فيها في المكبات النفايات وهي طازجة. ازاي؟ يحصدونها ويتلفوها. واللي بيزرعوها ليه؟ بيزرعوها حتى لا يقال أنهم يعني رجال نفط وعقول نفط. بيزرعوها وبنتجوها. مين بيزرعها وبنتجها أصلا؟ هم العمال والفلاحين الموجودين هناك. يعني الطاقة العاملة المستوردة، عمالة وافدة. العمالة الوافدة. هو ليس بحاجة لا للخضروات وليس بحاجة لديه ما يشتري. يقول لك أنا أشتري ما أشاء، لدي ثروة مالية، لدي ما يعني أدفع، هذا السوق، أنا أدفع وهو يعطيني. لكن أنت في مثل هذه الحالة هل تستطيع أن تمتلك قرار؟ لا تستطيع. أنت في لحظة معينة هل يمكن أن تكون في صف الأمة؟ لا يمكن. لا يمكن أن تكون في صف أمة. أنت بالنهاية مرتبط اقتصادك حتى قوتك اليومي بالمركز. إذا ما توقف المركز عن تزويدك في الطعام ماذا سيحصل لك؟ ثورة جياع على طول. انتحار. انتحار. يعني فيها إنتاج، اليمن فيها إنتاج، تونس فيها إنتاج، الجزائر فيها إنتاج. تخيل الدول التي لا يوجد بها لا أمن غذائي ولا أمن اقتصادي أصلا، هو كله مستورد. هل تستطيع أن تتوقع وجود ثورة فيها تشل أركان الإنتاج؟ هل تستطيع أن تتخيل وجود ثورة اجتماعية أو حركة اجتماعية تحاصر النظام السياسي مثلا أو تطالب بتغيير النظام السياسي؟ لا يمكن.